اسمك؟ مايكل ابراهيم. بولس 12. توني مشي. سنك؟ 18 سنه. 17 سنة. 15. ايه هوايتك يا مايكل؟ انا كنت بتمرن سباحه، بحب العب سباحه. مش حاجة محددة، بس يعني أي حاجة بحب أعملها. السباحة والكورة. وعلى كده نفسك تطلع ايه؟ دكتور اسنان. مش حاجة معينة برضه، بس هبقى مشهور. بس اطلع مهندس ديكور. مين مثلك الاعلى يا مايكل؟ والدي. في الكورة محمد صلاح. مجدي يعقوب. مايكل، ايه هو تعريف المشاعر بالنسبه لك؟ المشاعر بالنسبه لي عباره عن خوف، قلق. انا بالنسبه لي يعني انا لما مثلا داخل على حاجه مثلا انا قلق منها، فانا بضطر ان انا ابقى خايف. لكن لما بعمل حاجه بحبها فدي بتظهر عليا مشاعر الحب. لما حاجه بخاف منها انا بتظهر عليا مشاعر الخوف. إن أنا مثلا أحب حد مستني يديني نفس الحب اللي هو بدوني. بحس بحب او بحس باي حاجة. مثلا لما بزعل، بزهق، الكلام ده كله. مايكل، انت بتزعل لو ما لقيتش نفس الاهتمام بالشخص اللي قدامك؟ طبعا، يعني انا بحب ابقى في حته لازم اتقدر من كل اللي حواليا، فلازم ابقى بحس اللي قدامي حبيبني، مش ابقى تايه كده في وسطهم. طبعا. اكيد. مايكل، انت بتعمل ايه لما بيجيلك احساس الخنقه والضيقه؟ يعني بضطر اقعد لوحدي، لما بقى بتكون لوحدك بتعمل ايه؟ بفكر في حل المشكله. بنزل أخرج وبقف أصلي. بقعد مع اخويا مثلا، بسمع اغاني، بلعب، بعمل اي حاجة. مساء الخير. معانا حلقة جديدة من برنامج زوم ان. ليه زوم ان؟ علشان نزوم ان على كل مشكلة بتخص شبابنا. معانا في الحلقة دي أستاذ بولا، منور جدا 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 بجد. يا بيشو ربنا يخليك. مبسوطين جدا ان انتك معانا. ربنا يخليك يا بيشو، ده نواك. احنا سمعنا اجابات الشباب ورأي الشباب في كل حاجة تخص المشاعر. انت رأيك ايه كمين عن مشاعر؟ بص، كتير قوي اصلا مش بيبقى فاهم مشاعره، ودي مشكلة كبيرة جدا بتواجه الشباب في السن ده. وفي اللي بيحصل المشاعر كحب بس، يعني اول ما نقول له مشاعر تلاقي وشه احمر ودباديب. هو المشاعر مش كده. المشاعر مفهوم اوسع من ده بكتير. مشاعر في العموم بتقسم حاجتين: احاسيس جسديه، انت جعان، عطشان، عايز تنام، تعبان، مرهق، اشعر بالجوع. عارف ليه ايه؟ اشعر بالجوع، اشعر بالنعاس، هي انت بتشعر بحاجه، شعور جسدي. وفي احاسيس تاني نفسيه، ودي اللي احنا محتاجين نتكلم عليها النهارده. زي اللي انت مثلا محبط، فرحان، تعبان، سوري، محبط، فرحان، زعلان، بتحب، بتحقد، بتغير، خايف. كل دي مشاعر، ولو ما فهمناهاش او ما عرفناش نتعامل معاها صح بيؤدي بقى المشاكل كتير جدا، بياخدنا في اتجاهات تانية وحشة خالص. طب حد من الاولاد قالك هي المشاعر دي ممكن تكون فعلا خطية؟ ان انا اشعر بالحاجات مثلا زي الخوف، زي الغضب، دي خطية بالنسبة له؟ هقول لك، في مشاعر صح، يعني في مشاعر ربنا خلقها فينا هي جميلة جدا، وفي مشاعر تانية هي اصلا خطية. يعني الخوف خطية، بس مش الخوف الطبيعي. يعني حتى في سفر الرؤيا يقول ان اللي هيبقوا خارج السماء هم اول ناس ذكرهم هم الخائفين. فهقول لك، هشرح لك ببساطة. ربنا خلق آدم من غير أي حاجة بايظة، خلقه في شكل كامل. فكان آدم كل مشاعره هي مشاعر نقية. يعني مثلا حتى لو في الغضب، فعشان آدم يغضب على الخطية. يعني يعني حتة لما الخطية مش سوري، المشاعر مش خطية. المشاعر مش، بس في مشاعر دخلت على الإنسان بعد الخطية، دي بقى مشاعر خطية. زي ما احنا بنتكلم عن الخوف دلوقتي. يعني بس عايز اقول لك، يعني عايز افرق لك ما بين الاثنين. احنا ممكن نستخدم الشعور هو في الحاجة الحلوة، وده اللي ربنا خلقنا عليه، وممكن نستخدمه في الحاجة الوحشة، وده اللي ربنا ما خلقناش عليه. يعني ربنا لما خلقنا يبقى فينا مشاعر غضب عشان نغضب على الخطية، عشان ما اغلطش، عشان لما الشيطان يجي يغويني اقول له اذهب، زي ما ربنا غضب على الشيطان قال له يعني اذهب عني يا شيطان، تغضب على الشيطان. فانت مشاعرك تبقى في الاتجاه الصح، لكن ما خلاش جواك الغضب ده عشان تغضب على اخوك، عشان تعبي منه، عشان تبقى شايل من الناس، عشان تفضل تضايق الناس. مثلا احنا كنا بنتكلم عن شعور الغضب مثلا كشعور، ممكن يبقى غضب مقدس نسميه كده، ده غضب مقدس. وفي غضب تاني لا، ده خطية.
في غيره مقدسه. ما المسيح غار غار. على غيره بيتك اكلتني، ودخل الهيكل وطرد كل الناس بره. دي غيره مقدسه. وفي غيره تاني نسميها غيره مره، اللي تحسسك بمرار وتبقى متضايق جدا من فلان ده عشان انا غيران منه. فده شعور مش هو ده اللي ربنا خلقنا فيه. احنا حولنا الشعور المقدس اللي ربنا خلقنا بيه لشعور مشوه. فالبشرية تشوهت بعد الخطية، بقى عندها الحاجات الحلوة دي حولتها للغلط. حتى الحب، ربنا خلقنا نحب عشان نحبه، نشعر بحب تجاهه، ونحب اخواتنا. من لا يحب اخاه لا يحب الله. فانت نحب اخواتنا ونحب ربنا. دلوقتي احنا بنشوه الحب، والحب بقى جوانا مشوه، ونستخدم الحب دلوقتي، نربط الحب بافكار شهوانيه، ونربط الحب بالمصلحه، ونربط، فده حب مشوه. فالمشاعر في حد ذاتها نقيه وحلوه، لكن بعد دخول الخطيه في ادم اتشوهت كتير. وبرضه ده هيرجعنا للنقطه الاولى، احنا لازم نتعلم ازاي نتعامل مع مشاعرنا صح، عشان نميز انا دلوقتي في المشاعر المقدسه اللي مخلوق عليها، ولا انا في مشاعر مشوهه اللي هي الخطيه. طيب هو يعني في اولاد لما تيجي تكلمهم مثلا اقول لك انت مالك، انت متضايق من ايه، انت مشاعرك ليه متلخبطه، يقول لي مش عارف. يا ابني طب انت بتقول انت متضايق صح، طب ايه اللي مضايقك؟ مش عارف. مخنوق من ايه؟ طيب مش عارف صدقني، انا مكتئب ومخنوق ومش عارف ايه. هيتلكك باي حاجه. طب انت عارف تحدد طب ايه اللي انت بتحس بيه؟ لا. عارف ليه انت بتفكر في كده؟ بصراحه مش عارف. فتفتكر هو ده سببه ايه؟ دي بقى اكبر مشكله دلوقتي. انت تيجي تكلم اي حد يقول لك انا مش عارف. طب يا بابا انت مكتئب ليه؟ طيب زعلان ليه؟ خسران الناس كلها ليه؟ لا انا مش عارف، انا متضايق وخلاص. مش فاهم ومش فاهم نفسه. اول حل هنقوله لما نوصل للحل في الاخر هو انك لازم تفهم نفسك. يعني انك تعرف نفسك دي اول خطوه في خطوات العلاج. يعني لازم احدد اصلا. لازم تفهم انت فيك ايه. انا ايه اللي انا بعمله دلوقتي ده؟ انت ليه متعصب؟ مشكلتنا لما تحصل لي مشكله، يعني مثلا انا حصل لي موقف في الكنيسه، روحت البيت، لسه ماما بتتكلم تقوم مزعق، مش عايز اسمع صوت حد، مش عايز حد يكلمني في حاجه، مش عايز حد يطلب مني طلب، وتدخل الباب وتقوم رازع الباب، يجي مش عارف مين يكلمك تقوم هابب فيه. حبيبي مالك؟ ما اعرفش. انت مش عارف. طب انت اتعصبت في باب اتكسر هو دلوقتي. فعلا مش عارف على فكره، بس هو لو فهم نفسه من الاول مش هيضطر انه يعمل الحاجات دي كلها. لو عرف ايه اللي ضايقه ابتدى يتعامل معاه. يعني عجبني قوي مايكل قال لك بقعد مع نفسي وافكر. مايكل في الرد مايكل. بتاعه قال بقعد مع نفسي وافكر. في ناس تانية ما قالتش كده. بس برضو المشاعر برضو حتى لما انا اقعد مع نفسي، وبالنسبه برضو كسن ده، انا النتيجه اللي هتطلع من القعده دي مش هتكون هنقول ده في الاخر بقى. يعني في يعني الاخر حاسس إن ممكن هنتكلم ما عن يكونش- الحلول. عايزين نحكي السلبيات مثلا في الاول، ازاي بنتعامل مع مشاعرنا غلط، وفي الاخر نبدا نقول كذا بوينت كده ديت هنبدا ننفذهم على كل مش عارف اخد الskills. بالك ولا لا، بس هو في ولد مثلا يقول لك او معظمهم يقول لك ايه، انا بصراحه انا اديت الشخص اللي قدامي ده حب، انا اديت الشخص اللي قدامي ده 10، انا عايز اللي قدامي ده يديني نفس ال10. تمام اديت قدامي ده خطوه يديني نفس الخطوه. تمام فلما بقى ما بيلاقيهاش ايه اللي بيحصل، او العشم ده تمام. اللي احنا بيكون بس مستنيه. احنا عشان ما نتوهش، احنا دلوقتي فهمنا ان المشاعر هي كل الاحاسيس اللي ممكن نحس بيها، اذا كان محبة، فرح، سلام، كل المشاعر دي نحس بيها، امان، خوف. وفهمنا ان في مشاعر خطية، مشاعر غلط المفروض ما وصلش ليها، وفي مشاعر سليمة جدا. تمام. واتفقنا ان كل المشاعر لو ما تعاملناش معاها صح هتأدي بينا لحاجات سلبيه. غلط. ليه؟ لان تعريف المشاعر نفسه هي الايموشنز ديت، اللي هو هي الحاجه الخارجيه اللي بتعبر عن اللي جواك. الحاجه اللي طلعت مني عبرت عن اللي جوايا. يعني انا دلوقتي جوايا متضايق، فبعبر عن ده ايه؟ بغضب، بنفعل. ده هي دي ده تعريف المشاعر. افعالك بناء عن مشاعرك اللي جواك وهي اللي بالظبط. بتحركك. هي افعال ناتجه عن الافكار اللي جوايا. فعشان اصلح الافعال اللي برايا لازم اصلح الاول ايه؟ جواك. الافكار اللي جوايا. زي ما انت بتقول بقى دلوقتي، ده حب مشوه، اللي هو انا عشان ابقى
بحب لازم اتحب، واديت 10 اخد 10. يعني قدمت حب لازم احس بتقدير واحس بحب واخدهم كاملين. ده حب مشوه. وكون مستني. المشكله انا بكون مستني، وللاسف الاكسبكتيشن بتاعتك دي اللي انت مستني بتوقعاتك بتعلى قوي، ان اللي قدامي ده مثلا يكئبك عملت بقى. حاجه ده يقوم فلا يديك ده شعور ده هيتبسط اكتئاب بيها أصلاً. قوي، مش عارف هيقول ايه وهيقول ايه وهيقول. طب ليه؟ وانت لو مثلا الشخص اللي قدامك ده قدم لك حب ما قدملكش حب الاول اللي انت عايزه، انت هتزعل وهتتضايق. رغم ان قدامك ده قدم لك حب على فكره. بس انت طول ما انت توقعاتك ده بتعلى وبتزيد جدا، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي للاسف النتيجه ما بتكونش احسن حاجه، فانت بتزعل وبتتضايق وبتاخد ليه من موقف من الشخص اللي الاول؟ قدامك. عشان احنا جوانا افكار غلط طول الحلقه. عايزين بقى نمشي على القاعده دي، وهي ديت اللي هتفتح لنا بعد كده مفاتيح الحل في الاخر. أوكي. لو انت جواك فكره غلط هتطلع افعال ومشاعر غلط. لو جواك فكره صح هتطلع افعال ومشاعر سليمه، وبالتالي مش هيبقى فيه خطيه من ناحيه المشاعر. وده القاعده العامه كده في المشاعر. اصلح الافكار اللي جوايا هتطلع المشاعر اللي برايا والافعال اللي برايا سليمه. ففكره اللي انا لازم زي ما ادي لازم زي ما اخد، دي فكره مشوهه عن الحب، تطلع افعال غلط خالص. ليه؟ لان الحب في اصله بذل. يعني انت قصدك ان انا لما ادي حاجه او ادي اهتمام او ادي ما بقاش مستني المقابل، ما بقاش مستني ما اصلا. بقاش مستني. الحب في اصله في تعريفه. ما هنا بقى طول حياتك بقى انت المفروض تبدا تصلح الافكار اللي جواك عشان تطلع مشاعر سليمه. الحب الحقيقي انت مش تبقى مستني فيه مقابل. بولس الرسول بيقول لهم ايه؟ ان كنت كلما احب اكثر احب اقل فليكن. يعني لو انا كل ما بحبكم اكتر تحبوني اقل، طب انا موافق، مبسوط. انا ده مفرحني. ده صعب بالنسبه لي، بس هو ده تعريف الحب عند بولس يقول المحبه لا تطلب ما لنفسها. ما اطلبش اقعد حقوق، اديني حقوق، اديني. لا، انسى حقوقي في المحبه. اقدم حب خالص، حب بلا مقابل. طبعا في ساعات بيبقى في حقوق، طبعا ساعات طالب بيها ما اقصدش، بس اقصد مش كل حاجه لازم اخد قدامها. احنا مش عايزين نتكلم عن الحته دي قوي، يمكن يخص برضو السن ده حاجات تاني قوي في المشاعر. في المشاعر. هقول لك مثلا احنا عندنا ثانويه عامه، يروحوا الدرس، ياخد درس، هو مثلا مش بيحب الفيزيكس، مش بيحب الكيمستري، مش بيحب الانجليش، مش بيحب اي حاجه. يعني في ماده عنده فيها مش مشكله، بيحب كل عمل. في ماده عنده فيها مشكله. ف راح الدرس ما فهمش طبعا لانه مش بيحب الماده، روح مخنوق متضايق، ما فهمش نفسه. خلي بالك هو ايه، مش قادر يفهم نفسه. فيعمل ايه؟ زي ما كانوا بيقولوا بقى، في واحد قال لك بنزل، واحد قال لك بقعد مع اخويا، هنزل اعمل اي حاجه، انزل اعمل اي حاجه. يهرب من مشاعره. انزل اقعد مع اخويا، اسمع اغاني. في الاسوأ، وده اللي بيحصل بقى مع الوقت ده، يقعد على التليفون، يقعد يقلب اطلع طاقتي كلها في التليفون. وبعدين ده التقليب ده يجيب صورة وحشة، الصورة تجيب فيديو، يجوا الكوارث بعد كده بقى. الفيديو يجيب سايت، والسايت يجيب سايت. تبقى عنده عادة ان هو كل ما يبقى مخنوق، كل ما يبقى حاسس بإحباط، ما هو أشعر بالإحباط، أعمل إيه؟ أنط في التليفون، والتليفون ياخدني بقى وده تعامل غلط مع المشاعر. ده إنسان بيهرب من نفسه. كان الصح إيه؟ برضو خلينا نقول في آخر الحلقة كده شوية حاجات ورا بعض نطبقهم على كل الحاجات دي. طيب احنا دلوقتي عرفنا المشاكل اللي احنا بتواجهنا، وعرفنا ان احنا لو المشاكل السلبية اللي جوايا دي او المشاعر السلبية دي ممكن تؤدي لإيه. دلوقتي انا عندي مشاعر كتير متلخبطة، ازاي اقدر وبطاقتي دي ازاي اقدر احددها وبشكل صحي؟ تمام. يبقى ازاي اتعامل مع مشاعري بقى بالزبط. في كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، في شويه خطوات ثابته كده لازم كلنا نعملهم. احنا بقينا كبار، لازم نميز ازاي اتعامل مع مشاعري. اول حاجه انك تفهم نفسك. يعني انا حصل لي موقف، انت تقعد مع نفسك كده في هدوء. يعني عجبني قوي برضو مايكل كان عجبني قوي في رده ده، قالك اقفل على نفسي وافكر. اول خطوه، اول ما يحصل لك اي موقف انت حسيت وشك فيه قلب، اتضايقت، زعلت، فرحت، حتى لو فرحت، كل حاجه هيمتص. لا مش فكره يمتص. افهم نفسك، انا ليه زعلت؟ هو ايه اللي حصل؟ اقعد مع نفسك، خليك قاعد مع نفسك كده وافهم ايه اللي حصل. انا زعلت ليه؟ فانت فهمت انا زعلت عشان 1 2 3. تبدا
تاني خطوه زي ما كنت بقول لك، احنا عشان نصلح البرانه اللي هي المشاعر اللي بتطلع في افعال دي، لازم نصلح ايه اللي جوانا. الاول اللي جوانا. م. فتاني خطوه انا فهمت نفسي، انا فهمت دلوقتي ان انا زعلت لما فلان مثلا ما سلمش عليا باهتمام. فايه الفكره اللي متصدره لي جوايا دلوقتي، ان فلان ده ما بيحبنيش، او فلان ده بيقلل مني مثلا. لا، الفكره اللي المفروض اصلحها ان فلان ما يقصدش، فلان كان مستعجل، ادي عذر. ادي عذر مثلا. أدي أعذار. احنا بندي موقف، فلان كان مستعجل، فلان متضايق النهارده، فما يقصدش. فلو صلحت الفكره، المشاعر الضيق اللي جوايا خلاص اتصلحت. فاهم قصدي؟ فانا اول حاجه افهم نفسي، تاني حاجه اصلح الفكره الغلط اللي سببت مشاعر غلط. تمام. تالت حاجه بعد ما تصلح الافكار ما تهربش، واجه. الهوب طلع في كذا حاجه، طلع في اللي قالك ايه، اقعد مع اخويا، بيهرب، ده بينسى، ده عايز يهرب من الموقف. او اللي كان عنده احباط في المذاكره، هو بيتضايق من الماده دي، قال لك أنا فقعد عندي فلاشة. قعد على النت. م. ده بيهرب من نفسه، بيهرب انه يواجه. فانت لازم ما تهربش، انت لازم تواجه المشكله، تعرف في ايه. خلاص انا دلوقتي عندي مشكله في الدراسه في الماده دي، طب انا احلها ازاي؟ اقعد اكتر، اذاكر اكتر، هجتهد اكتر، هصحى بدري وكل يوم ساعه للماده دي. انت كده بتحل المشكله. البدايات دايما دي تبقى صعبه، او انت ممكن تبدا وتحبط يا عيني، يعني تبدا وبعد كده تفشل سنه فمفيش فايده وتحبط تاني وتنهار بقى، ويبدا ان تلاقيه بقى قالك ايه، مفيش فايده خالص بقى ثانويه عامه ده لا لا لا، اقعد تاني مع نفسك في هدوء، حدد المشكله كويس، شوف ايه اللي كان غلط المره اللي فاتت، صلح الفكره، انا مش فاشل، انا لو ركزت اكتر هقدر. وتبدا تصلح الافكار الغلط جواك. انا يمكن ما انا مش فاشل، بس انا مش بفهم الماده دي قوي، لما ابذل فيها مجهود اكتر هفهمها اكتر. تبدا تواجه المشكله، ما تهربش منها. وفي حاجه تاني برضه بنعملها غلط لازم نصلحها، نلقي باللوم على اخر. بالظبط. طول ما احنا بنلقي اللوم على حد تاني، احنا مش بنواجه المشكله، احنا برضه كده بنهرب منها. فلازم ما اقولش مثلا اصل اصحابي هم السبب، اصل في واحد بيبقى مستني الدنيا تتعدل من حواليه، لكن هو مش هو اللي بيعدلها، وده بيجيب لك اكتئاب، لان الدنيا مش هتعدل، الدنيا هتفضل طول الوقت ملخبطه. او زي ما هم كانوا بيقولوا احنا بندي حب مستنيين يترد لنا نفس الحب ده برضه يجيب اكتئاب. لان انت لازم بتلقي باللوم دايما على اللي قدامك. فلا، ما تلقيش باللوم، واجه نفسك، افهم المشكله وحلها. يبقى خلينا نعيد النقط تاني لان ده المهم. نقعد في هدوء، نفهم نفسنا، نصلح الافكار ونواجهها. وبعد ما نواجهها لازم يبقى عندنا حكمه عشان نقدر نتعامل مع الموقف. والحكمه دي مهمه جدا في التعامل مع المشاعر. سالوا ابا انطونيوس قبل كده، قالوا له ايه اكتر فضيله الراهب ممكن يقتنيها تبقى مفيده؟ فكان قاعد حواليهم رهبان، اللي قال الصلاه، واللي قال الصوم، واللي قال الصمت، واللي قال كل راهب قال فضيله. قال لهم كل الحاجات دي حلوه للخلاص الانسان، بس اهم حاجه في الحاجات دي كلها هي الحكمه والتمييز، انك تبقى انسان مميز. لو انت ميزت هتقدر تتعامل مع الصوم صح، مع الصلاه صح، تتعامل مع مشاعرك صح. يبقى عندي حكمه في التعامل. يعني ايه يبقى عندي حكمه في التعامل؟ يعني ما بقاش ماشي عمال ادلدق مثلا مشاعر كده عمال على بطال، لا، كل حاجه بحكمه، كل حاجه في حدود. غضبان، خلاص انت غضبان دلوقتي، يبقى عندك حكمه، اقعد مع نفسك زي ما قلنا، افهم في ايه، واجه المشكله. ما تقعدش بقى تشتم ده وتغلط في ده وتزعل الناس منك، لا، انت كده بوظت الدنيا خالص. بس طب ممكن تلخص لنا وتدي نصيحة للشباب في نقطة المشاعر؟ انت مشاعرك غالية جدا، وهي اللي هتقودك لكل افعالك. يعني هي الحاجة اللي بتعبر عن افعالك، فانت لازم تتعامل معاها بشكل كويس عشان الامور تبقى احسن، تبقى في حياتك كويس، تبقى في حياتك مرتاح، مش متضايق، مش تعبان طول الوقت. طب قلنا نبقى ده ازاي؟ لازم نبقى فاهمين نفسنا كويس، لازم يبقى في قعدات هدوء مع نفسك يوميا، تفهم ايه اللي بيضايقك، ايه اللي مأثر عليك بالسلب، ايه اللي مأثر عليك بالايجاب عشان تقويه. طب النوايا اللي ورا الايجاب دي، هل هي سليمة ولا هل هي مش سليمة؟
يعني في واحد قال لك عايز ابقى مشهور. الشهرة في حد ذاتها مش توديك في داهية يعني. مش لازم ابقى مشهور وخلاص. ابقى مشهور ممكن ابقى مشهور غلط، مش ابقى مشهور هو هدفه الشهرة، مش صح. ده هدف مش صح، الهدف المحطوط. فلازم اصلح الاهداف والافكار اللي جوايا، هتطلع كل المشاعر اللي جوايا سليم. هقدر ادي حب سليم، حب مش مشوه. كان نفسنا نتكلم عن الارتباط. هقدر ادي يعني مش هبقى غضبان على الناس عمال على بطال. حتى العادة السرية والفرجة على الحاجات الوحشة، كل ده يقل بمجرد ما تتعلم تتعامل مع مشاعرك صح. تطرح كل مشاعرك امام الله في صلاة، زي ما قال كورلوس برضو، قال لك بقعد في الأوضة صلي. يعني افهم الأول وافهم نفسك كويس قوي، حط ضعفك أمام الله. الله قادر ان هو يشفيك، يديك شفاء حقيقي لما تبقى فاهم نفسك كويس وتبقى تطرح الضعف ده امام الله يعني. طب استاذ بولا، ايه الاشكال الغلط اللي ممكن نتعامل فيها بمشاعرنا؟ حضرتك قلت لي الاحباط، ممكن ايه تاني؟ الارتباط مثلا في السن ده، الارتباط في السن ده يعني هي اشهر حاجه تميز السن، واكتر حاجه هما بيعملوها غلط وبيأذوا نفسهم وبيأذوا بعض بيها. ليه؟ لان زي ما قلنا المشاعر هي حاجه خارجيه تعبر عن اللي جوايا. طب لو اللي جوايا مش سليم، يبقى اللي برايا كله مش سليم. طب انت ايه مفهومك عن الحب والارتباط في السن ده؟ تلاقي مثلا الولد يرتبط، ما تلبسيش، ما تخرجيش، ما تطلعيش، ما تكلميش حد في التليفون. دلوقتي انا راجل بالظبط. فين البيت يا ابني؟ ما انا مش عارف. ما توديش على حد في اعملي كل الولد بلوك. بلوكات. ده مفهومه عن الارتباط مفهوم مشوه جدا. هو عايز يحس ان هو راجل، ان هو مسيطر، ان هو قوي، ان هو محبوب، ان هو مقبول. وده اللي جواه البايظ. لان انت عشان تبقى راجل مش بالسيطرة بالشكل ده. الكنيسة علمتناش الحب كده. عشان تمشي كلمتك عشان تحس انك محبوب مش بالشكل ده. انت عندك نقص بتفرغه في حاجة تانية. او يقولك انا حاسس ان انا وحيد، انا حاسس ان انا لوحدي. ف خلاص ربنا خلقنا راجل ونساء، انا لوحدي هم لازم مخلوقين ليه؟ بالظبط عشان يقفوا معانا في حياتنا. فاقوم مرتبط عشان احس ان لوحدي. الارتباط ما يعوضش الاحساس الوحده. هو حتى ممكن ما يكونش محتاج ده، بس هو عايز يعوض بس الخانه اللي موجوده عنده زيه وزي اصحابه مثلا، او ان انا زي بقيه صحابي، ما كل اصحابي ما- بتعمل، اشمعنى انا مش اقل منهم. اكون انا المختلف يعني. أنا طب مش- انا صاحب انا دلوقتي. بالظبط. انا مش اقل منهم. وفي اللي بيعلي على الاخر في الجمال بقى، اللي هو ايه، انا هجيب البنت دي عشان دي الاجمل بقى، فانا ابقى انا كده محدش زيي بقى، انا خلاص انا كده. اعلي عليك واجيب مش عارف مين. دي كلها مفاهيم غلط عن الحب، بتأدي لأفعال غلط، مشاعر غلط، وفي الآخر بتيجي على دماغنا. يعني تلاقي عيني الولد تعبان ليه؟ عشان انت مستني تحقق حاجات كلها غلط، ومش سنة، مش وقتها. استاذ بولا بجد بنشكرك جدا جدا، يعني حقيقي اتبسطنا جدا جدا ان حضرتك معانا. في النهايه بنشكركم حقيقي، ربنا يديكم نعمه بان انتوا ازاي تفهموا مشاعركم وازاي تحددوها وازاي تستغلوها بشكل صحي. مبسوطين ان كنتوا معانا، هنستناكم الحلقه الجايه. شكرا.